ينسوا الشيفو باتريك في مستوى كاس العالم. الكنترول والتسديد والكرة عند شتات بلجيكا يطالب بضربة جزاء وكمان نتابع الركلة الفونسو دايفيز كورتوا يتألق والركلة طالعة. هذا هو شتات بلجيكا، هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا. ركلة جزاء طالعة، كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة للمباريات. لم يسجل بين الكرة من باتشواي تم تيسانها عند الحارس يوستاغيو. الاستلام غانا انتقل اللي كانت عمرها 5 سنين. كرة لبرا هنا ضربة مرمى، محاولة كانت من ماريا لاعب نادي تورونتو. ضربة مرمى لصالح جاي كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر. شارك الدفاع البلجيكي للبطيل شطا. الكرة تصوب تنتهي خارج المكان. منتخب الكندي يمتاز بالسرسكو. راس الكرة عند ايدين هزار. ايدين هزار يسترجع كرة فريق الكندي. سيكاسوي يحتسب خط اليسار. بلجيك يتكلم الفلامون والفرنسية. ضابط الكرة معاه هزار. التدخل موجود. سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوط. لما استلم بمزدهر يتقدر كرة خطيرة للمنتخب الكندي. الكرة خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد. يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي. ترجع بتدخل من جان فيرتونغين إلى ضربة مرمى الدور النهائي. كرة ترجع من ميلر كرة تتقدم باتشواي ضيع كرة للركنية. هذا هو باتشواي مهاجم الكناري التركي فينالباتشي أمام ايدين هزار. كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الكندي. الحكم ترجع للكرة الفونسو دايفيز. هذه تسديدة لكن بعيدة منها جانسون 39 سنة دولي مونتين والفردي. هزار لباتشواي الهجوم مستمر. جونسون والحارس كورتوا يتصدى. هجمات مستمرة صحيح. الهجوم كندي الفريق الكندي ممتاز. ترجع في وضعية صعبة. كرة في مناطق كندا. المنتخب الكندي الشجاع ضربة خطيرة ولكن كورتوا يتصدى من جديد. كوارث في الدفاع البلجيكي. المنتخب الكندي يواصل هجومه.
إمارة باتجاه باتشوايي على الطاير. لا سهلة عندي. هذه كرة مناطق البلجيك 3-2. كرة ترجع يتقدم الكرة جونستون التقدم تبقى الكرة معاه إيان باتجاه ديناس. الفريق الكندي خطير. هذه محاولة خطيرة سيكاسوي. ماذا يعلن هذا الزامبي يقول ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي لم يخسر انتصار لبولندا 1-0. هذا هو ستاجيو ضربة عرضية والكرة تبعد من الدفاع والتعادل سلبي كرواتيا المغرب. لا زال في انتظار كرة في مناطق الفريق الكندي. لامس كاستاني دانتاي خارج الميدان إلى ضربة مرمى مرينات وأيضا الجيل الحالي. كرة خطيرة باتشوايي يسجل المنتخب البلجيكي. يسجل الجول يا دور. يسجل المجنون هذا باتشوايي. يؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكي السار بينية والكرة من أفضل رشيف العالم. كانت خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع البلجيكي ولا أسهل. الفريق الكندي ما ينقص هذا المنتخب اللمسة. الكرة خطيرة ترجع الدفاع الترتيب عنكم الكنديين. هذه كرة خطيرة رأسية وعاد من جوناثان ديفيد. ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي من مينا في الثمانينات. هذه كرة خطيرة رأسية جوناثان ديفيد ضيع. جوناثان ديفيد نفع ولم تحصل أي نقطة. كرة خطيرة ويلت معاه ديندونكير المتهم من ولد سعيد. هنا يتقدم يرفع كرة لكن بعد ديفيد كرة ترجع من الدفاع. كرة داخل منطقة الجزاء بشكل هذه كرة خطيرة من لاريا. كانت دراسات خطيرة توما مونيه تتحول كرة خارج الميدان. هنا نايمون ارتبك يبحث عن التعادل. جونستون هذه كرة بعيدة من لاريا. بلجيكا هذه رأسية تبقى الكرة منطقة الفريق الأوبرا دي بروين. لكن كرة دي بروين كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكا السار بينية والكرة من أفضل رشيف العالم. كانت خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع البلجيكي جرين انسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم. الكنترول والتسديد والكرة عند شتات بلجيكا يطالب بضربة جزاء. جرين انسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم. الكنترول والتسديد والكرة عند شتات بلجيكا يطالب بضربة جزاء. بوكانان أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة للمباريات لم يسجل بين الكرة من باتشوايي تم تيسانة عند الحارس يوستاجيو. الاستلام أنا انتقل لكندا عمره 5 سنين. كرة لبرا هنا ضربة مرمى. محاولة كانت من الاريا لاعب نادي تورونتو. ضربة مرمى لصالح كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر. شارك الدفاع البلجيكي البطيء جدا. الكرة تصوب تنتهي خارج الميدان. منتخب الكندي يمتاز بالسراسكو. راس الكرة عند ايدين هزار يسترجع كرة فريق الكندي. سيكاسوي يحتسب خط اليسار. بلجيك يتكلم الفلامو والفرنسية. ضابط الكرة معاه هزار التدخل موجود. سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوطن. لما استلم اليوغوسلاف يقدر كرة خطيرة للمنتخب الكندي. الكرة خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد. يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي. ترجع بتدخل من جنب فيرتونغين إلى ضربة مرمى دور النهائي. كرة ترجع من ميلر كرة تتقدم باتشوايي ضيع كرة للركنية. هذا هو باتشوايي مهاجم الكناري التركي فينرباتشي أمام ايدين هزار. كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الكندي. الحكم ترجع للكرة الفونسو دافيد. هذه تسديدة لكن بعيدة من هاتشنسون 39 سنة في وليمونتين والفردي. هزار لباتشوايي الهجوم مستمر. جونستون والحارس كورتوا يتصدى هجمات مستمرة
صحيح الهجوم كندي، الفريق الكندي ممتاز، ترجع في وضعية صعبة الكرة في مناطق كندا، المنتخب الكندي الشجاع تبقى خطيرة ولكن كورتوا يتصدى من جبهته، كوارث في الدفاع البلجيكي، المنتخب الكندي يواصل هجومه. يمارس باتجاه باتشوايي على الطاير، لا سهلة عندي هذه كرة مناطق البلجيك 3-2. كرة ترجع يتقدم الكرة جونستون التقدم، تبقى الكرة معاه ايان باتجاه ديناس، الفريق الكندي خطير، هذه محاولة خطيرة سيكاسوي، ماذا يعلن هذا الزامبي؟ الزامبي يقول ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي لم يخسر انتصار لبولندا 1-0. هذا هو ستاجيو بلبس عرضية والكرة تبعد من الدفاع، والتعادل سلبي كرواتيا المغرب. لازلنا في انتظار كرة في مناطق الفريق الكندي، لامس كاستاني دانتاي خارج الميدان إلى ضربة مرمى مارينيت، وأيضا الجيل الحالي كرة خطيرة كريم إنسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم، الكنترول والتسديد والكرة عند شتاء بلجيكا، يطالب بضربة جزاء بوكانان، نتابع الركلة الفوتش دايفز كفاف، المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكا السار بينية والكرة من أفضل رشيف العالم، كانت خطيرة يستحق الترشيح الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع البلجيكي، الدفاع البلجيكي ولا أسهل، الفريق الكندي ما ينقص هذا المنتخب اللمسة لكرة خطيرة، يرجع الدفاع التسديد عندكم الكنديين، هذه كرة خطيرة رأسية وعادة من جوناثان ديفيد، ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي من مينا في الثمانينات، هذه كرة خطيرة رأسية جوناثان ديفيد ضيع، جوناثان ديفيد نفع ولم تحصل اي نقطة، كرة خطيرة ويلت معاه ديندونكير المتهم من سعيد، هنا يتقدم يرفع كرة من كبعد ديفيد كرة ترجع من الدفاع، كرة داخل منطقة الجزاء بشكل هذه كرة خطيرة من الاريا، كانت دراسات خطيرة توما مونيه تتحول كرة خارج الميدان، هنا نايمر ارتبك يبحث عن التعادل جونستون، هذه كرة بعيدة من الاريا بلجيكا، هذه رأسية تبقى الكرة منطقة الفريق الأوبرا دي بروين، لكن كرة دي بروين بشيل إلى ضربة مرمى مارينيت، وأيضا الجيل الحالي كرة خطيرة باتشوايي يسجل المنتخب البلجيكي، يسجل الجول يا دور، يسجل المجنون هذا باتشوايي، يؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف، المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكا السار بينية والكرة من أفضل رشيف العالم، كانت خطيرة يستحق الترشيح الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع البلجيكي كريم إنسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم، الكنترول والتسديد والكرة عند شتاء بلجيكا، يطالب بضربة جزاء بوكانان، نتابع الركلة الفوتش دايفز كورتوا يتألق والركلة ضايعة، هذا هو شتاء بلجيكا، هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا، ركلة جزاء ضايعة، كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة للمباريات، لم يسجل بين الكرة من باتشوايي تنتهي سهلة عند الحارس يوستاجيو، الاستلام هنا انتقل لكندا عمره 5 سنين، كرة لبرا إلى ضربة مرمى، محاولة كانت من الاريا لاعب نادي تورونتو، ضربة مرمى لصالح جاي كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر، شارك الدفاع البلجيكي للبطيء جدا، الكرة تصوب تنتهي خارج الميدان، منتخب الكندي يمتاز بالسرسكو، تصل الكرة عند ايدين السار يسترجع كرة فريق الكندي، سيكاسوي يحتسب خط اليسار، بلجيك يتكلم الفلامو والفرنسية تبقى الكرة معاه السار، التدخل موجود سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوط، لما خسرنا بمزناب يقدر كرة خطيرة للمنتخب الكندي، الكرة خارج الميدان، هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد، يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي، ترجع بتدخل من شلفير تونجين إلى ضربة مرمى دور النهائي، كرة ترجع من ميلر كرة تتقدم باتشوايي ضيع كرة للركنية
هذا هو باتشواي مهاجم الكناري التركي فينرباتشي امام ايدي نصار. كرة تلعب الان في مناطق الفريق الكندي. الحكم ترجع للكرة الفونسو دافيس. هذه تسديدة لكن بعيدة منها تشانسون 39 سنة في وليمونتين والفردي السار لباتشواي. الهجوم مستمر جونسون والحارس كورتوا يتصدى هجمات مستمرة صحيح. الهجوم كندي الفريق الكندي ممتاز. ترجع في وضعية صعبة كرة في مناطق كندا. المنتخب الكندي الشجاع تبقى خطيرة ولكن كورتوا يتصدى من جبهته. كوارث في الدفاع البلجيكي. المنتخب الكندي يواصل هجومه. إمارة باتجاه باتشواي على الطاير. لا سهلة عندي هذه كرة مناطق البلجيك 3-2. كرة ترجع لهم يتكتل الكرة جونستون التقدم تبقى الكرة معاه يان باتجاه ديناس. الفريق الكندي خطير. هذه محاولة خطيرة سيكاسوي. ماذا يعلن هذا الزامبي؟ الزامبي يقول ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. انسو شيفو باتريك في مستوى كاس العالم. الكنترول والتسديد والكرة عند شتاء بلجيكا. إطالة بضربة جزاء بوكامان نتابع الركلة. الفونسو دافيس كورتوا يتألق والركلة ضايعة. هذا هو شتاء بلجيكا. هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا. ركلة جزاء ضايعة. كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة للمباريات. لم يسجل بين الكرة من باتشواي تنتهي السهلة عند الحارس يوستاغيو. الاستلام غانا انتقل لكندا عمر 5 سنين. كرة لبرا هنا ضربة مرمى. محاولة كانت من الاريا لاعب نادي تورونتو. ضربة مرمى لصالح جي كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر. شارك الدفاع البلجيكي للبطيء جدا. الكرة تصوب تنتهي خارج المكان. منتخب الكندي يمتاز بالسرسكو. تصل الكرة عند ايدي نصار يسترجع الكرة فريق الكندي. سيكاسوي يحتسب خط اليسار. بلجيك يتكلم الفلامون والفرنسية. تبقى الكرة معاه السار. التدخل موجود. سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوط. لما استلم بمزدهر يقدر كرة خطيرة للمنتخب الكندي. الكرة خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد. يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي. ترجع بتدخل من فيرتونغين إلى ضربة مرمى الدور النهائي. كرة ترجع من ميلر وتتقدم باتشواي ضيع كرة للركنية. هذا هو باتشواي مهاجم الكناري التركي فينرباتشي أمام ايدي نصار. كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الكندي. الحكم
جرين انسو شيفو باتريك في مستوى كاس العالم الكنترول والتسديد والكرة عند شتاء بلجيكا جرين انسو شيفو باتريك في مستوى كاس العالم الكنترول والتسديد والكرة عند شتاء بلجيكا يطالب بضربة جزاء بوكانان يتابع شتاء بلجيكا يطالب بضربة جزاء بوكانان يتابع الركلة الفونسو دايفيز كورتوا يتألق والركلة ضايعة هذا هو شتاء بلجيكا هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا ركلة جزاء ضايعة كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة جت مباريات لم يسجل إلى ضربة مرمى مرينات وأيضا الجيل الحالي كرة خطيرة يسجل المنتخب البلجيكي يسجل الجول يا دور يسجل المجنون هذا باتشوي يأكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكا السار بينية والكرة من أفضل رجيم العالم كانت خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء شوف الإعادة الدفاع البلجيكي يسجل الجول يا دور يسجل المجنون هذا باتشوي يأكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكا السار بينية والكرة من أفضل رجيم العالم كانت خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء شوف الإعادة الدفاع البلجيكي هدف بضربة جزاء بوكانان نتابع الركلة الفونسو دايفيز كورتوا يتألق والركلة ضايعة هذا هو شتاء بلجيكا هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا ركلة جزاء ضايعة كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة جت مباريات لم يسجل بين الكرة من باتشوي تم تيسانها عند الحارس يوستاغيو الاستلام غانا تقل لكندا عمرها 5 سنين كرة لبرا إلى ضربة مرمى محاولة كانت من الاريا لاعب نادي تورونتو ضربة مرمى لصالح جاي كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر شارك الدفاع البلجيكي البطيء جدا الكرة تصوب تنتهي خارج المكان منتخب الكندي يمتاز بالسرسكو راس الكرة عند ايدين هزار يسترجع كرة فريق الكندي سيكاسوي يحتسب خط اليسار بلجيك يتكلم الفلامو والفرنسية تبقى الكرة معاه السار التدخل موجود سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوط لما استلم بمزدهر يتدرح كرة خطيرة للمنتخب الكندي الكرة خارج الميدان هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي ترجع بتدخل من جان فيرتونغين إلى ضربة مرمى الدور النهائي كرة ترجع من ميلر كرة تتقدم باتشوي ضيع كرة للركنية هذا هو باتشوي مهاجم الكناري التركي فينالباتشي أمام ايدين هزار كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الكندي الحكم ترجع للكرة الفونسو دايفيز هذه تسديدة لكن بعيدة منها تشانسون 39 سنة دولي مونتين والفردي هزار لباتشوي الهجوم مستمر جونسون والحارس كورتوا يتصدى هجمات مستمرة صحيح الهجوم كندي الفريق الكندي ممتاز ترجع في وضعية صعبة كرة في مناطق كندا المنتخب الكندي الشجاع تبقى خطيرة ولكن كورتوا يتصدى من جديد كوارث في الدفاع البلجيكي المنتخب الكندي يواصل هجومه إمارة باتجاه باتشوي على الطاير لا سهلة عندي هذه كرة مناطق البلجيك 3-2 كرة ترجع يتقدم الكرة جونستون التقدم تبقى الكرة معاه إيان باتجاه الفريق الكندي خطير هذه محاولة خطيرة سيكاسوي ماذا يعلن هذا الزامبي يقول ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي لم يخسر يسار لبولندا 1-0 هذا هو ستاجيو ضربة عرضية والكرة تبعد من الدفاع والتعادل سلبي كرواتيا المغرب لسنا في انتظار كرة في مناطق الفريق الكندي لامس كاستاني تنتهي خارج الميدان إلى ضربة مرمى مرينات وأيضا الجيل الحالي كرة خطيرة باتشوي
شوية يسجل المنتخب البلجيكي، يسجل الجول يا دور، يسجل المجنون هذا باتشوي، يؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. المنتخب الكندي يلعب ولكن منتخب بلجيكي السار بينية والكرة من أفضل رشيف العالم، كانت خطيرة يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كرة بوكانان البراء. شوف الإعادة الدفاع البلجيكي ولا أسهل الفريق الكندي ما ينقص هذا المنتخب اللمسة لكرة خطيرة ترجع الدفاع الترتيب عنكم الكنديين. هذه كرة خطيرة رأسية وعادة من جوناثان ديفيد، ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي من مينا في الثمانينات. هذه كرة خطيرة رأسية جوناثان ديفيد ضيع، جوناثان ديفيد نفى ولم تحصل اي نقطة. كرة خطيرة ويلت مع ديندونكير المتهم من ولد سعيد ونانا يتقدم يرفع كرة لكن ديفيد كرة ترجع من الدفاع، كرة داخل منطقة الجزاء بشكل هذه كرة خطيرة من الاريا، كانت رأسات خطيرة توما مونيه تتحول كرة خارج الميدان ونانا ارتبك يبحث عن التعادل جونستون. هذه كرة بعيدة من الاريا بلجيكا، هذه رأسية تبقى الكرة منطقة الفريق الأوبرا دي بروين، لكن كرة دي بروين بشكل جرين انسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم، الكنترول والتسديد والكرة عند شتات بلجيكا يطالب بضربة جزاء بوكانان يتابع الركلة الفونسو دايفيز كورتوا يتألق والركلة ضايعة. هذا هو شتات بلجيكا، هذا كورتوا يتصدى عملاق بلجيكا، ركلة جزاء ضايعة كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة الموجة الشهيرة للمباريات لم يسجل بين الكرة من باتشوي تم تيسانها عند الحارس يوستاجيو الاستلام أنا انتقل لكندا عمره 5 سنين، كرة البرة إلى ضربة مرمى، محاولة كانت من الاريا لاعب نادي تورونتو، ضربة مرمى لصالح كان لاعب سابق لمنتخب الجزائر. شارك الدفاع البلجيكي البطيء جدا، الكرة تصوب تنتهي خارج الميدان. منتخب الكندي يمتاز بالسرسكو تصل الكرة عند ايدين هزار يسترجع كرة فريق الكندي سيكاسوي يحتسب خط اليسار. بلجيك يتكلم الفلامو والفرنسية ضابط الكرة معاه هزار، التدخل موجود سيكاسوي يحتسب خطأ لصالح وسعيد وممتع لفريق المضرب الشوط لما استلم اليوغوسلافيا تطرح كرة خطيرة للمنتخب الكندي، الكرة خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقيادة جوناثان ديفيد يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي، ترجع بتدخل من جنب فيرتونغين إلى ضربة مرمى دور النهائي. كرة ترجع من ميلر كرة تتقدم باتشوي ضيع كرة للركنية. هذا هو باتشوي مهاجم الكناري التركي فينالباتشي أمام ايدين هزار كرة تلعب الآن في مناطق الفريق الكندي، الحكم ترجع للكرة الفونسو ديفيد